اليبرق هذا محطوط من الساعة 12 الظهر، فضلك ساعة بطنجرة الضغط بيطلع نفس الطعمة. لا، مزاج اليبرق عند الحلبية مزاج. الله يسعد لي مساكن. بتعرفوا شو هو أحلى شعور بحس فيه الحلبي وقت بيكون عم بياكل يبرق؟ تعوا معي. قسما بجلالة الله الحكي رح احكي لكم اياه بهالفيديو، ما رح حدا يفهم علي غير الحلبي فقط. طبعا الحلبية بيحطوا اليبرق على النار من 7 ساعات ل 12 ساعة تقريبا حسب كل واحد وهو وجرته. هذا الحكي اللي عم بحكيه انا. شايفين هي الطنجرة؟ هي فيها يبرق، فيها يبرق ورق عنب. الساعة هلا 7:30 مساء. اليبرق هذا محطوط من الساعة 12 الظهر، يعني صار له تقريبا شي 7 ساعات ونص ل8 على نار هادية من بعد ما غلى. يا مهند الريحة. قال ايش في مثل بيقول؟ قال ما أصعب لفه وما أسهل سفه لليبرق. شغل ساعته يا سندي. طبعا ريحة اليبرق دائما مرتبطة بذاكرتنا بأول يوم رمضان أو أول يوم العيد. هاي الريحة الحلبية فاهمين علي. تفرجوا، شايفين النار؟ هاي العين الصغيرة، هاي صلى هلا تقريبا 8 ساعات. طبعا بعد ما يغلي 8 ساعات على هالنار الواطية. طبعا في ناس هلا حتفلسف وتقول ساعة بطنجرة الضغط بيطلع نفس الطعمة. لا، جربوا وانا باكد لكم ما نفس الطعمة. حتى في شيف اسمه الشيف عمر كتير مشهور، هذا شامي، مرة جرب انه انا بدي اعمله ب8 ساعات شو حيطلع. في له حلقة على اليوتيوب قال لهم يا جماعة انا ما كنت اكل يبرق، للأمانة انا ما كنت اكل يبرق. جربوا معلش. هذا اليبرق اللي بده وحده الله يبارك له غير شكل. اجا وقت نقض اليبرق. شايفين الدهنة اللي نزلت؟ هي أول لية تنزل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين اللقش؟ طبعا تحت فيها تعيص ورقاب. شايفين التوم وطبعا اللية. تفرجوا، شوفوا لي اللقش. هلا في ناس بيقولوا احنا بنطبق تطبيق، انا مستعجل جوعان بدي اكل. طبعا نحن ما بنحط محل ليمون، نحن بنحط ليمون ومية حصرم. الحصرم هو العنب قبل ما يصير عنب. قوس اكل اليبرق لازم تاخذ يبرقايه يبرقايتين وتجيب مع شقفة ليه، هي ليه اساسية، ومع شقفة لحمة حطها هيك. طبعا التوم اساسي، خد لك محل توم عملها العملية هيك. نعم نيفا. لك قتل، لك انا روحي فدا الكبه والكباب انتم متخيلين ايش معناتها ليه؟ صلى 10 ساعات منهنها مع اليبرق على نار واطية، لك ان تتخيل. تاجيله معلم، تاجيله. لو تعال شوف شلون بيتاكل اليبرق على اصوله. سلام.